ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنا مع بعض فيه. النهارده فيديو بقى جايه اجاوب لكم على كل الاسئله اللي سالتوها لي. هوريكم البوست دلوقتي. ده البوست يا حلوين اللي انا سالتكم فيه، قلت لكم اسالوني اي سؤال انتوا عايزينه. ففي 20 سؤال، فيلا بينا نخش نشوف الاسئله ورد عليها كلها. بس ما تنسيش تعمل لايك للفيديو لو اول مره تشوفيه، كمان تشتركي في القناه تحت كلمه سبسكرايب او اشتراك، وتنوري عيلتنا كده وتكبريها. يلا بينا. اول سؤال من نوعات دول اللي بتسالني، بتقولي بما انك لسه والده جربتي حاجات عشان تعرفي نوع الجنين قبل السمار، وعندك كام سنه؟ بحبك. انا كمان بحبك جدا. وبصي موضوع يعني عرفتي نوع الجنين ازاي وكده؟ لا طبعا، انا اصلا يعني كنا عارفين نوع جنين تاني خالص من السونار، وجينا قبل ما اولد بشهرين عرفنا النوع اللي هو الموجود دلوقتي اللي هو ولد. يعني كنت عارفه ان هو بنت، والدكتوره كانت مأكده على ان بنت. وفي الاخر جايه اشوف ميعاد ولادتي، بقول لها قولي لي بقى ميعاد ولادتي امتى. قالت لي لا في مفاجاه احسن. قلت لها مفاجاه ايه؟ قالت لي انا كنت قايل لك ان دي بنت. قلت لها اه. قالت لي لا ده ولد. فكانت مفاجاه وصدمه وفرحه وارتباك، كل حاجه كانت جايه مع بعضها. بما اني يعني موضوع ان انا جربت حاجات او كده، يعني حاولت اشوف حاجات على اليوتيوب اللي هي بتقول مثلا علامات الحمل، الاعراض بتاعه الحمل الشائعه والحاجات دي بتبقى بتاعه البنت وبتاعه الولد. لا كنت حاسه اني مش عارفه، يعني انا كده مش عارفه. فكنت بجرب في مثلا في الاعراض اللي كانت بتجيلي من الحمل، لكن عرفت من حاجه تانية وتاكدت منها. لا متاكدتش غير من السونار بصراحه. وكمان في احلام، سبحان الله بقى كنت بحلم احلام. كان اهلي بيحلموا احلام بتدل ان انا حامل في ولد. ولكن طبعا الدكتوره ما كانت مأكده عليها ان هي بنت، ف استسلمنا يعني الواقع بس كده. نداء بتقولي جبتي كام في الثانويه العامه ودخلتي كليه ايه وجوزك بيشتغل ايه؟ بلس بحبك قوي وبحب بساطتك. ربنا يخليكي يا نداء، انا كمان بحبك جدا. اولا انا كنتش ثانويه عامه يا جماعه، انا كنت في ثانويه ازهريه. جبت كام؟ لا انا عايزه اقول لكم ان انا ثالثه ثانوي جبت ملحق. ايوه، مش فاكره كان ملحق ايه. كان تقريبا انجليش او ايه، مش فاكره بجد، يعني مش فاكره بصراحه. بس جبت مجموع حاجه وستين، 68% حاجة او 65%، مش فاكرة بالظبط برضو. فدخلت كلية لغة عربية، او كلية دراسات اسلامية وعربية، قسم لغة عربية شعب عامة. بس كده. جوزي شغال ايه؟ جوزي شغال في مجال الادوية. بس يلا. رنا ناصر او نصر، اوكي، بتقولي انتي وجوزك اتعرفتوا على بعض ازاي وعايشين في اسكندريه؟ الجواز بعيد عن الاهل مميزاته وعيوبه، ليه الاسلام مبقاش بيطلع معاكي في فيديوهات؟ معلش اسئلتك كتيره بس بحبك والله، وربنا يخليك زين. ربنا يخليك يا رنا، تسلمي لي يا رب على حبك واسئلتك الكتيره دي. بصوا بقى، موضوع ان انا وجوزي اتعرفنا ازاي، لا هي قصه. انا وجوزي بنحب يعني ايه نحتفظ بيها لنفسنا، وانا كلمتكم قبل كده عن الموضوع ده في فيديو، فانتوا لو قريتوا كده في الفيديوهات هتلاقوا ازاي اتعرفنا على بعض، مقتطفات كده. دي حاجه. الحاجه التانية، عايشه فين؟ في اسكندريه، في العوايد، قريبه من العوايد. الجواز بعيد عن الاهل مميزاته وعيوبه. بصي، هو يعني موضوع ان انت بس تاخدي قرار مهم، ان انت لازم تاخدي قرار ان انت هتعيشي بعيد عن اهلك وفي محافظه بعيد عن اهلك، فانت لازم تكوني متعلمة ومتعودة تعتمدي على نفسك في كل حاجة في حياتك. تكوني عارفة ازاي انت تنظمي حياتك بحيث انك تسألي عليهم، وفي نفس الوقت ما تكونيش مكتئبة، وفي نفس الوقت تقدري تطلعي نفسك من الاكتئاب انك بعيد عن اهلك. مميزاته ان انت بتشوفي مكان جديد، بتعرفي على ناس جديدة، تحاولي تعتمدي على نفسك اكتر كده. يعني انا شايفه دي مميزاته تقريبا. تمام. وعيوبه بقى ان انت بتشتاقي لاهلك قوي قوي قوي. ان اهلك لما بيجولك بيبقى الموضوع صعب عليهم، لما انت بتروحي لهم بيبقى صعب عليكي في السفر او كده. ده انا شايفاه كده، بس اقترح الموضوع يا جماعه. اوكي، ده اللي انا شايفاه. يعني انا حاسه كده من وجهه نظري ان الموضوع صعب من الجهه دي. تمام. اسلام مبقاش يطلع معايا ليه؟ والله يا جماعه مفيش اي سبب اقدر اقوله لكم، لان هو اصلا مفيش سبب. تمام، يعني هو عادي جدا ممكن يطلع معايا في اي وقت وممكن ما يطلعش معايا. بس زي ما انتم عارفين في بيبي جديد في حياتنا، وشغل البيت ودراستي وشغلي وهو شغله، والدنيا متلخبطه معانا جدا، لسه مش متعودين على الوضع الجديد. فان شاء الله يعني على قدر الامكان نحاول نتعود على الوضع الجديد، وفي نفس الوقت ان شاء الله نحاول نطلع لكم لايف او فيديو كده مع بعض يا رب ان شاء الله الفتره الجايه. مين تاني؟ نجلاء سليمان بتقولي لو عايز يبدأ قناة
لو حد عايز يبدا قناه تنصحي يكون اول فيديو في القناه ايه عشان تتشاف؟ لا انا انصح باي حد بيفتح قناه جديده بان هو يعمل فيديو تعريفي عن نفسه وعن محتواه، يعني تعرفي نفسك عن نفسك انت، ايه دراستك، ايه هواياتك، ايه حبيتي تفتحي القناه ليه. تعرفي بقى عن كل حاجه وتعرفي الناس انت هتقدمي ايه في القناه وتعرفيهم الحاجه اللي هم يقدروا يوصلوها من خلالك، هم عايزين يوصلوا لك مثلا يوصلوا من انستجرام، الفيسبوك، اي حاجه من الحاجات دي. فانا شايفه ان الموضوع اول فيديو تخشي من الناحيه دي. بمناسبه انها تتشاف، بصي كل واحد بيعتمد على المحتوى بتاعه وعلى قدر ربنا عز وجل وعلى الحظ. يعني لو حظك حلو تمام التمام وكده تلاقي نفسك اتشفتي بسرعه قوي وطلعتي فوق، يعني مش هي طلعت اكتر واتشفتي اكتر. فالمحتوى مش قد كده، مش مطلوب، مش عامله كده يعني تواصل مع الناس او تواصل مع الفانز بتوعك. لا اعتقد ان انت يعني ايه هتاخدي حبه حلوين قبل ما تتعودي على الوضع وتبداي تشوفي اكتر. في ده اكونت بنت على فكره انا متاكده اسمه محمد سيد او محمد ايه، يا رب يا رب اكون بقرا صح، هي دي الاكونت ده. ازاي بتقدري توفقيه ما بين الكليه والبيت؟ لان في كليه عمليه ولازم فيها مجهود فظيع، وبجد صعبه قوي في حياه بيبي وبيت ودراسه وحاجات كتير قوي. بصي يا ست الكل، موضوع بقى توفقي ازاي في دراستك وبيتك وكده، والله يا جماعه انا لسه بتحاول اتعود اوفق ما بين البيبي والبيت او شغل البيت، لان انا لسه الدراسه زي ما انتوا عارفين لسه ما بداتش، وزينة اتولد اصلا في الاجازه مفيش فاهمين او لسه مجربتش. بس انا انصحك وانصح نفسي بان احنا نرتب وقت، وان احنا يعني اول حاجه هما حاجتين، تستعيني بالله عز وجل وتدعي ربنا ان هو يعينك على تربيه ابنك او بنتك، وفي نفس الوقت يعينك على التوافق ما بين حياتك او مجالات حياتك كلها. تاني حاجه تنظيم الوقت. تالت حاجه بقى الصحيان بدري. بس اعتقد ان التلات نصايح دول هينفعوني وينفعوك، يعني بنصح نفسي قبليكي والله، لان انا لسه داخله برضه عن موضوع جديد. اطلبي مساعده، حاولي ان انت تجيبي ورقه وقلم وتفضي كل دماغك وتبداي ترتبي كده اولوياتك. التنظيف وشغل البيت مش بيطير، فحاولي تاخديه ترتيبين واحده واحده. الكليه الكليه وابنك او البيبي. بصي حسسي نفسك ان البيبي ده حته منك، يعني حته من اعضائك، مش هقولك حته من لبسك طبعا، هو اغلى من كده بكتير، بس حته من اعضاء جسمك فانت ما تقدريش مثلا تستغني عنها. فانت حسسي نفسك ان الموضوع سهل وسامبل وبسيط عشان تقدري تتعايشي مع الموضوع، لان انت خلاص بقيتي في امر واقع مسؤوله عن كائن صغنن قد كده ملخبط لك كل حياتك. فحاولي ان انت تاخديها بسلاسه شويه. دودي كوين تقولي كنتي انا عاوزه تدخلي كليه ايه؟ هي اسئله كتير فناخدها واحده واحده. كنت عايزه ادخل كليه ايه؟ كنت عايزه ادخل كليه لغات قسم فرنساوي، يعني الموضوع بعيد شويه عن اللي دخلته. كنت حابه كده، كنت حاسه نفسي شاطره شويه في الفرنش، فكنت حاسه ان انا عايزه اتعمق اكتر واطلع مدرسه فرنساوي حبا في الفرنساوي، حبا كمان في الميسيو اللي كان بيديني، كان محببني في الماده وكان محببني كده في الحياه الدراسيه، وان انا اقدر اعمل دوت واقدر اخش واقدر اتعلم، وكان بيديني ثقه في نفسي ان انت لا انت قادره وانت عارفه، وحتى لو اتلخبطتي او وقعتي لا هتقدري تاني. فربنا يبارك لك يا رب يا ميسي نور، مش عارفه هيشوف الفيديو ده ولا لا، بس هو كمان نصحني ان انا اخش لغه عربيه لما مجموعي ما جابش لغات. التاني سؤال، وانتي صغيره ولما كبرتي او سوري هو سؤال متعلق ببعض. طيب انا لما كبرت كنت عايزه اخش لغه فرنسيه. لما كنت صغيره كنت حاسه ان عايزه اطلع حاجه من الاتنين، يا دكتوره نفسيه واسمع مشاكل الناس وابدا احلها، يا اما مهندسه ديكور، لاني بحب كده الديكوريشن وبحب الترتيب وبحب الالوان وبحب الحاجات دي. وكنتي عاوزه تشتغلي ايه لما تكبري وعندك كام سنه؟ يعني كنت عايزه اشتغل ايه وانا صغيره وعايزه اشتغل ايه لما كنت كبيره. طيب وانا صغيره كنت زي ما قلت لكم كنت عايزه اشتغل مهندسه ديكور او دكتوره نفسيه. ولما كبرت كنت عايزه اشتغل ايه؟ كنت عايزه اشتغل، يعني حاسه نفسي في التدريس اكتر، حاسه ان انا بعرف ادرس اكتر او كده. فمش عارفه بصراحه المجال ده انا هستمر في التدريس اصلا ولا لا، لاني خلاص ما بقتش ادي دروس او ادرس لحد، فمش عارفه هكمل فيه ولا لا. عندك كام سنه وبتكرهي اكله ايه؟ انا بصي بحب كل اكلات ربنا سبحانه وتعالى، اكلات حلوه قوي، بس انا ما بحبش اكل الارانب، يعني اكتر حاجه انا ما بحبش اكلها في الحياه هي الارانب اطلاقا. عندي كام سنه؟ خلاص كلها كام يوم، يوم 6 اكتوبر هتم 24 سنه ان شاء الله. بحبك قوي، معلش اسئله كتير، لا طبعا هي جميله، انا بحبك قوي، ميرسي على الاسئله دي كلها.
امل وجيه بتقولي ممكن تاخدي لفه في الشانل وتشتركي كنوع من التحفيز. ان شاء الله بعد ما اخلص الفيديو ده هخش على الشانل بتاعتك واشوف القناه بتاعتك، او ليه لا دلوقتي نشوفها يمكن تبقى حلوه وتتابعوها يا جماعه. بصوا انا حاسه انا خدت القناه اهي، يعني مش شايفه فيها المحتوى بتاعها بصراحه، فام سو سوري انا مش هقدر ادعمك او اخش اعمل اشتراك. انا احب ان اللي اشترك فيه اشترك عنده يكون ده محتواه. طيب دودي كوينتات تسألني طنطا، هو ده مش سؤال بس ممكن تعملي فيديو ميك اب يكون فيه رموش ولاسنز. بصي قلبي انا نفسي جدا جدا اعمل لوك ميك اب فيه لاسنز ورموش، بس والله يا جماعه انا بتعلم لسه احط رموش ومش عارفه احطها. عايزه صمغ كويس لان اشتريت صمغ كان مش لطيف خالص، مش عارفه راح فين، كنت عايزه اروح لكم. بالنسبه لللاسنز برضو انا مش بعرف احط لاسنز، ولسه بدور على ماركات كويسه باسعار كويسه اقدر اشتريها واتعلم، يعني مش هشتري حاجه غاليه قوي وتطلع مش مريحه يعني. ف استنوا عليا شويه. ازاي تابعوني يا جماعه على كواي يعني برنامج كواي، او نازله عليه حاجات كتير جدا مفيده وحلوه، ومحدش قال لي نزلي هنا لان ده مش مسموح لي، لان انا نازله كده حاجات تخاطيف. فانا بعمل محتوى خاص لبرنامج كواي مفيد جدا لكل البنات خصوصا في ايام الجامعه والعرايس بقى والحاجات دي. طيب دودي كوين بتقولي تاني انا بحبك قوي، سؤالي ان انتي ازاي قمر كده وسكره وطيبه وعسوله، بحب بجد بحبك قوي، ربنا يخليكي يا دودي يا رب. ايه الكلام الجميل ده، ربنا يخليكي يا رب، تسلميني. احب اشكر امي وابويا ان هم قدروا يربوني التربيه الجميله دي، ميرسي جدا. علمي افضل ولا ادبي؟ لا على حسب الميول، انا مش عارفه الشانل اسمها ايه او الاسم اسمه ايه، هو مش باين غير حرف الار بس. بصي على حسب ميولك او ميولك، على حسب انت بتحبي تذاكري ايه، انت شاطره في ايه وابداي خشي. انت مثلا لو بتحبي المواد العمليه اللي هو الساينس بقى والماس ومش عارف ايه، وبتحبي تحسبي وبتحبي تخشي مثلا معامل او تخشي بقى علمي تخصصي ده علمي علوم ولا علمي رياضه، لان انت في الثانويه العامه، لكن احنا في الازهر عندنا علمي مش من الاثنين. اما الادبي فلو انت بتحبي المواد الادبيه، لو انت بتحبي تظبطي التواريخ مع بعضها وعندك الذاكره الحلوه دي، خشي ادبي. ايمو بتقولي واضح انك بتخافي من الحسد قوي، صح؟ وانتي ولدتي طبيعي ولا قيصري؟ يا جماعه انا بخاف من الحسد جدا، لان الحسد اولا مذكور في القران، ثانيا انا معايا كذا تجربه كده للحسد كانت يعني. بصي هو كل شيء بقدر ربنا سبحانه وتعالى، بس ما يمنعش ان الحسد ده ممكن يوقف مراكب سايره، وممكن يموت، وممكن بيدخل قبر اصلا الحسد. فانا بخاف منه، طبيعي ان انا اخاف منه. ومبحبش اتكلم عن حياتي كتير، ومبحبش اقول كل حاجه وكل الكلام ده. بعترف كده. اتولدت طبيعي ولا قيصري؟ لا طبيعي الحمد لله، وكانت تجربه يعني عايزه اكلمكم عنها. اوكي جبتي مش عارفه الشان اسمه حامد ولا ايه، جبتي كام في الثانويه؟ انا قلت جبت كام في اول الفيديو. ممكن مش ناوي تعملي تعاون مع حد؟ يا جماعه انا اصلا اليوتيوب يعني مش مديني فرصه ان انا اعمل حتى فيديوهات ما بتتشافش، ما بتوصلش لناس كتير، مفيش حافز يخليني اعمل اصلا فيديوهات، ولا في حافز يخليني اعمل تعاون مع حد يعني لان اصلا حاسه ان الدنيا واقفه خالص في اليوتيوب. دي النقطه التانية، انا عايزه اقول لكم ان انا مصوره الفيديو ده وانا مأجلاه بقالي كتير قوي، يعني مأجله الفيديو ده اصوره بقالي كتير جدا، عايزه اصوره مأجله لان انا حاسه انه مش هيتشاف او محدش مهتم او كده، فانا برد على الناس اللي مهتمه وكتبت لي اسئله فانا برد عليها عشان ما تزعلش. مش عارفه الشانل دي اسمها ايه او الاكونت اسمه ايه. بتقول لي انت في جامعه ايه؟ انا في جامعه الازهر الشريف. اخر سؤال معايا من سلمى بتقول لي ابنك اسمه ايه؟ وطبعا نداء ردت عليها، فانا كنت احب ارد عليكي يا سلمى واقول لكم يا بنات انا ابني اسمه زين. اخترت الاسم ازاي وكده؟ اخترت الاسم بناء عن انا اصلا كنا هنسمي جنات البنت، كنا هنسميها جنات، فلما عرفت ان هو ولد فخلاص انا قررت ان انا اسمي الولد واسميه زين. ايه اللي جه الاسم في دماغي كده؟ حسيت ان اسم زين يعني اولا اسمه زين اسلام، فلما هياخد لقب بينه وبين صحابه لما يكبر ان شاء الله يبقى اسمه زين الاسلام مثلا، يبقى لقبه كده، فاهمين قصدي؟ تبقى حاجه حلوه ان هو واخد لقب كده للدين الاسلامي ان هو زين الاسلام، وفي نفس الوقت ده اسمه الحقيقي. بس دي كانت فكرتي يعني مش اكتر. طيب تجربه سريعه عن الولاده الطبيعيه علشان البنات اللي بتخاف من الولاده الطبيعيه.
لا انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا. انا كنت عامله حسابي على العروض الطبيعيه، وكنت بصراحه بخطط لها، وفي نفس الوقت كنت تعبانه ومش قادره اعمل التمرينات ولا اعمل كل الحاجات دي، بس كنت بضغط على نفسي. دي النقطه التانية، لازم تاخدي فيتامينات كويس جدا، الدكتور كاتب لك عليها. لازم تعتني جدا جدا كل شهر تروحي تعملي سونار وتشوفي البيبي اخباره ايه، تتابعي الحركه، كل الكلام ده في الحمل. طيب الولاده الطبيعيه، اول حاجه لازم تكوني مهيئه نفسيا. انت اول ما هتخشي كده في الثلاث شهور الاخيره لازم تكوني مهيئه نفسيا، هتولدي في اي لحظه ان شاء الله تولدي في ميعادك يعني. دي نقطه تانية، حضري شنطه الولاده، لان انا كنت محتاسه جدا جدا، وعايزه اقول لكم ان انا حضرت شنطه الولاده قبل ما اولد يوم واحد بس. حاجه جميله كده. اوكي، فكان برضو موقف مش لطيف قوي ان انا اعمله، فغصب عني ما كنتش حضرت حاجه، والدنيا كانت عجقه كده فوق دماغي. بس الحمد لله حصل خير. حتى كنا متفقين على حاجات نجيبها لزين، كنا مكلمين حد يجيبهم لنا وكده، والحاجه دي كانت اصلا هتيجي في نفس اليوم اللي انا رايحه اعمل فيه كشف واشوف ان هولد طبيعي ولا قيصري. فانا اصلا ولدت في نفس اليوم ده، يعني اوريدي انا ولدت في نفس اليوم. يعني كنت رايحه اكشف اعمل كشف عادي، المفروض انا عارفه كده، بس جالي طبعا ولدت طبيعي في نفس اليوم، سبحان الله يعني. وفي نفس الوقت برضو كنت عايزه اقول لكم ان الحاجه كانت جايه برضو في نفس اليوم، ومتفقين عليها ان احنا هنستلمها في نفس اليوم ده، برضو الحاجه جت في نفس اليوم. فكانت سبحان الله مفاجاه غريبه. فانتي يعني حلوه كمان، الحمد لله اللهم لك الحمد يعني. فحلو ان انت تكوني عامله حسابك، وحلو انت تحضري شنطتك من الشهر الثامن، وحلو ان انت تكوني مهيئه نفسيا، لان للاسف ما كنتش مهيئه نفسيا، فجالي اكتئاب سوري من بعد الولاده. واستمرت فيه لحد ما تميت حوالي شهر ونص من بعد الولاده، لان انا كنت تعبانه جدا جدا، وسافرت القاهره زي ما انتم عارفين. كنت تعبانه جدا نفسيا جسمانيا، جسمي كان بيبرم لوحده، ما كنتش بعرف اتنفس، كان بيجي لي كده ازمه تنفسيه صعبه جدا، وجسمي كان بيورم وعينيا وهرش كنت تعبانه بما في يعني عمري في حياتي ما كنت اتوقع ان انا اتعب كده، وعمري في حياتي ما توقعت وانا كل التعب ده كنت حاسه ان دي خلاص نهايتي، ان انا كده بحتضر بقى بموت يعني. انا كنت خلاص كنتش باكل كويس، كنت برضع ابني كان عنده الصفرة، كانت نسبتها بتعلى، كنت مع اهلي كانوا محتاسين بيا، مش عارفين يودوني هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، والدنيا كانت متلخبطه على الاخر. بس الحمد لله على كل شيء. الحمد لله ان الفتره عدت على خير، وبشكر امي وابويا واخواتي وجوزي انهم وقفوا جنبي في المرحله دي، لان دي كانت اصعب مرحله مرت عليها في حياتي كلها. وكنت وقتها كنت حاسه ان انا خلاص، يعني انا مش هقدر امر بحاجه زي كده تاني، لان انا خلاص انا كده هسيب ابني ليهم وهموت. حتى كنت بقول لاختي اللي اصغر مني على طول هاجر، كنت بقول لها يا ماما والله خدوا بالكم من زين لو حصل لي حاجه. فانا كنت خلاص يعني كنت مستسلمه للنهايه، لحد ما جيت في مره انا كل ده كنت بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا ينجيني بقى، وان انا اقوم كده. لحد ما جيت في مره قلت لا، انا اللي مستسلمه، وانا اللي سايبه التعب بيعمل فيا كده، انا لازم اقاوم، ولازم اقول للتعب ده لا ستوب، كفايه كده، انا محتاجه ان افرح بابني، محتاجه ان انا حتى عملت اسبوع ابني بعد ما اتولد بشهرين، يعني حتى كان عنده شهرين. الموضوع كان صعب. الحمد لله. بالنسبه للولاده وشق العجان والاعتناء بالموضوع ده كده، ما تقلقوش، الموضوع عادي جدا سهل مش صعب. اهم حاجه تكوني والده في مستشفى كويسه، تعتني جدا بالجرح، تغسلي طبعا بالغسول وبتادين، وتحطي كريم ميبو حلو جدا. يعني مش عايزه ادخل لكم في تفاصيل كده، بس انا حتى احط لكم كده حبه تاتشات يعني، لحد ما ان شاء الله نعمل فيديو لو انتم حابين اكلمكم عن الولاده بتاعتي بكل التفاصيل اللي حصلت في اليوم كله. فلو انتوا حابين كده اكتبوا تحت في الكومنت، ويا رب تكونوا عجبتوا بالفيديو، وتكونوا استفدتوا، تكونوا استمتعتوا، وتكونوا رديتوا على كل الاسئله بتاعتكم. ما تنسوش تابعوني على الانستجرام، هتلاقوا اللينك في التعليق المثبت، وكمان في صندوق الوصف. ما تنسوش تابعوني كمان على القاي والتيك توك، هتلاقوا هناك صفحتين جامدين جدا، بنزل على التيك توك حاجات كده ليها علاقه بالسكين كير والعنايه الشخصيه، وكمان البيت ان شاء الله في الاكونت الجديد. والاكونت بتاعت التيك توك كان حلو جدا، ان اسمه ساره هوم، بتكلم عن بيت وعن التنظيف وعن الترتيب وعن الحاجات اللي ممكن نعملها سريعا تنفعنا في الاكلات. فاشوفكم على خير يا احلى الحلوين، ومع السلامه.